السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. محدش شاف اسوريو يا جماعة؟ بقول لك اسوريو خلع. بيقول لك اسوريو راح الدعوة اللي جات له بره عشان يدي كورسات وبتاع في التدريبات وبتاع، راح مرجعش. مش عارفين الموضوع ده بقى، هل هو خد بقية مستحقاته وقلب نفد بجلده وقال لك اخلع من الزمالك، ولا دي اشاعة بقى والناس ما صدقت يعني؟ هنشوف الساعات الجايه. بس هو الاكيد يعني الهيصه اللي حاصله دي ان محدش من النادي عارف يوصل له، فلو محدش من النادي عارف يوصل له يبقى قلب. والزمالك دلوقتي المفروض انه في معسكر مغلق يعني. بصوا بقى النهارده الخميس نظر دائرة الثالث جنايات اقتصادي استئناف مرتضى منصور على حكم حبس 3 شهور باتهامه سب الخطيب حضوريا بشخصه. ونظرا غدا ايضا دائرة الثاني جنايات اقتصادي القضية رقم 113 لسنة 2023 جنح ضد مرتضى منصور باتهامه التعدي بالسب والقذف على موظفين عموميين حضور واجبا، يعني الحضور واجب في القضيتين. طب انتوا ايه رأيكم في الكلام ده؟ يعني مرتضى منصور عنده النهارده جلسة مفروض انه يخش القفص، يعني قضيتين في يوم واحد، ماشي؟ بس الاولانيه دي بتاعت الكابتن محمود الخطيب اللي كان عامل عليها استئناف، اللي هي 3 شهور، ودي مفروض يحضر، لازم يحضر ويخش القفص، ماشي؟ طب هل هو هيحضر؟ ولو حضر ما عليه 6 شهور واجبين النفاذ، هل هو هيحضر ويخرج؟ طب قدر القضيه دي امنت عليه والتانيه مأمنه عليه، ولو واحده من الاتنين امنوا عليه، محمد عثمان محامي النادي الاهلي عامل بلاغ للنائب العام انه يقضي السنه اللي هي مع ايقاف التنفيذ، يعني 6 شهور و3 شهور وسنه. الموضوع ايه؟ عايزين حد بس يفهمنا، هل هو هيحضر؟ ولو ما حضرش ايه العقوبه عليه وايه اللي يتم؟ بس انا بقول لكم ايه اللي يتم، مش قانونا، لا انا اقول لك ايه اللي هيحصل بالظبط. المحامي بتاعه هيروح جايب شهاده صحيه يقول لهم والله انا موكلي لازم الفراش مش هيقدر يحضر. ده اللي هيتم بكره، لان مرتضى منصور لو راح المحكمه هتأمن عليه ومش هيخرج، حتى لو القضيه دي اتأجلت. بس ده نطق بالحكم، لو اتأجلت هتلاقي القضيه اللي قبليها متأمن عليه فيها. والله ما في حاجه بعيده، ممكن في القضيتين يروح عادي، يعني يحكموا الاتنين عليه ويروح عادي، ما هو قاعد في بيته اهو. وامبارح على الفيسبوك بيقول لك الجمعيه العموميه وحشتوني. يعني مش عارفين الدنيا ماشيه ازاي، بالذات في قضيه الاستاذ مرتضى منصور مش عارفين الدنيا ماشيه ازاي. وفي نفس الوقت مش لاقيين حد داخل يترشح على الرئاسه في نادي الزمالك من بره. يعني كنا سامعين كلام وهري بس مرتضى منصور يمشي، بس فين عمرو الجنايني وفين لبيب وفين عتال وفين الاستاذ ممدوح؟ فين الناس دي؟ ولا عشان نادي الزمالك غرق محدش داخل عشان يشيل؟ كله بقى بيقول لك الدنيا غرزه، انا هخش اشيل ايه ولا ايه؟ فهل ده حقيقي ولا الرؤيه ايه بالظبط؟ يعني احنا مش شايفين حد اتقدم ولا اي حاجه، مفيش الا خالد لطيف عمل الفيش عشان يخش على امين صندوق، وده يثبت لك ان الاستاذ مرتضى منصور راجع، حتى لو عليه الاحكام. حتى لو عليه الاحكام وحتى لو اتحبس. سياده الوزير قال لك حقه الترشح طالما القضيه مش مخله بالشرف. يعني سياده الوزير اداله الضوء الاخضر انه يترشح. ومن شويه برضه سمعنا كلام كتير ان احمد مرتضى منصور هيترشح، ورجع الكلام اتغير، اقول لك احمد مرتضى منصور بيعلن ترشح الاستاذ مرتضى منصور. فانتوا يا جماعه مش عارفين الحقيقه فين. احنا كل اللي عارفينه
ان الاستاذ مرتضى منصور عنده قضيتين النهارده ولازم يحضر بشخصه. هل هيحضر؟ هل هيجي المحكمة ويخش القفص؟ ما اظنش انه هيحضر. بس في الفساد اللي في بلدنا ده ممكن يحضر وممكن يروح بس صعب قوي يعني. بس هو مش هيجي المحكمة. انا تقديراتي انه مش هيجي المحكمة. هتيجي شهادة صحية ان الراجل ده مريض مش فاضي، قاعد يكتب على الفيسبوك فهو مش فاضي. ادي يا جماعة الدنيا في نادي الزمالك، وسابوا نادي الزمالك غرقان لشوشته، ولا عايزين يبيعوا زيزو عشان ينقذوا الزمالك ويقول لك ده صفقة جماهيرية. جماهيرية ايه؟ ده الميركاتو هيقفل خلاص، فاضل له ايام، ده بكرة بالليل تقريبا. كنت اديته زيزو للسعودية وفكيته ازمة الزمالك. ما زيزو مش هو اللي هيجيب، هو كده كده النادي اصلا ما بياخدش بطولات. فين البطولات اللي بياخدها؟ عد لي كام بطولة اتاخدت مع زيزو غير هم دوريين الاحتواء. فزيزو يعني مش هيروح كاس العالم للانديه ولا هيوديهم، ولا هيروح كاس العالم بمنتخب مصر يعني. فالقصه هي كنت طلعته الراجل شاف مستقبله، ها، وفي نفس الوقت فكته ازمه نادي الزمالك. عندك زيزو عايز يمشي وفتوح هيمشي، ها. انا راجل اهلاوي وكل تقديراتي ان فتوح رايح الاهلي. فتوح في الاهلي لحد دلوقتي ما جابش حد مكان علي معلول، مطلع ناشئ. فده دليل على ان الاهلي مستني يشوف المشكلة هتوصل فين مع فتوح مع الزمالك، الموضوع هيوصل لحد فين. لان فتوح قايل حاجات كده غريبة. فتوح بيقول لك النادي اللي يتعاقد معايا مش عارف في مكافأة تعاقد كده 40 مليون جنيه. دي مكافأة ملهاش دعوة بالعقد ولا دعوة بأي حاجة. بس من حقه يا جماعة، ما هو لقي زيزو 30 مليون جنيه و20 مليون حاجات أخرى، حاجات تانية. طب إيه الحاجات دي؟ محدش عارفها. في السنة يعني في ال3 سنين 60 مليون جنيه حاجات أخرى. أما هو يقول لك أنا عايز مكافأة توقيع دي ولا مش عارف نسميها إيه، 40 مليون جنيه. ده مكافأة للتوقيع بس، وبعدين نتفق على العقد بقى ونشوف هاخد كام في السنة. فهي العملية بقت كده. المال السايب بيعلم السرقة. عواد جايب 120 مليون، زيزو ب 150 مليون، ويقول لك اهدار مال عام في النادي الاهلي. امال ده اهدار ايه يا جماعة؟ احمد مرتضى منصور بيقول لك احنا ماشيين سايبين في النادي 36 مليون و900 الف دولار، وهو النادي كله ما كانش فيه غير 4700 جنيه. تصدق مين بقى بس نصدق الناس اللي دخلت تجرد الخزنة، الناس اللي قالت ده فيه وفيه 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 راحوا متشالين. سيادة اللواء حسن موسى راجل دخلوا وحولوا المدير بتاع الخزنة للنيابة، ومتحول للنيابة اللجنة بتاعت الأستاذ البناني عماد البناني. بيقول لك أمهلت مدير المالي 48 ساعة ان ما قالناش الاوراق والحاجات الفلوس اللي اتصرفت فيها دي ايه هنحوله للنيابة. انت ماسك واحد مختلس وبتاع بتديله مهلة انه يظبط ورقه او انه يجيب لك ورق؟ انت اما بتمسك الحرامي بتقبض عليه ولا بتقول له روح وتعالى لي بكرة الصبح هنا في نفس المكان عشان اقبض عليك؟ حاجات غريبة في بلدنا مش فاهمين فيها حاجة. يعني الاستاذ البناني مسك الراجل مختلس وفي فلوس بملايين مش عارفينها فين، وبيديله مهلة ان هو يقول له الحاجات دي فين. مهلة ايه؟ ده يتقبض عليه ويروح النيابة يعترف في النيابة، وان كان بريء يخرج يقدم المستند ويخرج. احنا بنتهموش بحاجة، احنا بنتكلم على الواقع اللي انتوا قلتوها. ماشي. واحمد مرتضى منصور يقول لك سايبين 36 مليون و900 الف دولار. انتوا لو عندكم 36 مليون و900 الف دولار، 900 الف دولار دول يعني كنت دفعتوا غرامة شيكابالا وغرامة شمبونج دوت والبلاوي السوداء اللي في الزمالك. هو
كلام وهري بس وخلاص. وادي لحد دلوقتي مفيش حد لا يترشح ولا. قالوا لك كابتن فاروق جعفر جاهز انه يترشح رئيسا لنادي الزمالك. طب يا استاذ كابتن فاروق، انت هتبص تلاقي في وشك مرتضى منصور طبعا وسنتك مش فايته، هيقول لك جاي تاخد مكاني يا فاروق وهتطرد من النادي. طارق يحيى قال لك انا بقيت بره الزمالك عشان قلت وجهة نظري. انت وجهة نظرك يا عم طارق يا يحيى ما طلعتش قلتها في الاعلام، ده انت كنت بتكلم واحد في التليفون وغفلك وسجلك وسربها، لكن انت طلعت وقلت وجهة نظرك؟ لا، ده اتسرقت منك وجهة نظر. كابتن حسن شحاتة والكابتن حلمي طولان بيسألوهم انتوا ليه مش في نادي الزمالك؟ قال لك احنا ملناش عضويات في نادي الزمالك، احنا عضوياتنا مشطوبة من زمان، ملناش عضويات. وكابتن حلمي طولان يقول لك انا وديت ورقي ووديت فلوس العضوية واترفضت. ادي رموز نادي الزمالك يا جماعة، ادي رموز نادي الزمالك. وما تعرفش الدنيا ماشية ازاي، يعني اتجاهات عكس بعضها. يعني يقول لك مرتضى منصور راجع وفي نفس الوقت يشيلوا الصور من داخل النادي بتاعت مرتضى منصور. ما تعرفش القصة ايه، في انقسام، ناس مش عايزة مرتضى وناس عايزة مرتضى. اللي مش عايزين مرتضى بيشيلوا صوره من كل حتة، واللي عايزين مرتضى عمالين يطبلوا له ويقربوا له واحنا مستنيينك يا ريس، وهو يقول لهم وحشتوني. فمش عارفين الدنيا هيحصل فيها ايه. ونتمنى الخير لنادي الزمالك، وعايزينكم تكتب لنا في التعليقات هل مرتضى منصور هيروح المحكمة ولا لا، ولو راح هيخرج ولا لا، لان الموضوع ده محيرنا جدا. ولو سمحتم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. هسيب لكم في الوصف اللينك بتاع القناة على الواتساب، اللي عايز يتابعنا من على الواتساب اللينك في صندوق الوصف. وبعد اذنكم لايك، لان اللايك هو اللي بيخلي الناس تشوف الفيديو، هو اللي بينشر الفيديو اللايك. السلام عليكم.